السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا. دلوقتي هنقدم أحداث جديدة من مسلسل أمي. حلقة النهاردة بتبدأ على جنول وهي مع حماتها، وبتفضل طول الوقت تقول لها إن أنت السبب في فقدان ابني. بتفضل تقول لها إنه لما كان بيحتاجني في أي وقت كان أول واحدة بيلجأ ليها هي أنا، ويا ترى وقت ما كنت بتقتليه استغاث بيا وكان بينادي عليا ولا لأ؟ لكن طبعا انا ما قدرتش انقذه وما قدرتش اخده من بين ايديكي. وبتفضل طبعا جنول تبكي وبتكون منهارة من كتر كلامها، وبتبقى خلاص مش قادرة تتحمل وعلى طول بتسيبها وبتخرج على بره وبتبكي بصوت عالي. وبتكون الست دي مش قادرة تسامحها ابدا انها قتلت ابنها. شورى في الوقت ده بتكون جاية لجنول وبتلاقيها بتبكي وبتقول لها بتبكي ليه، ويا ترى قلبك بيوجعك انت كمان ولا لا؟ وشورى بتكون حاسة انها في سر كبير وجنون مدارياه ومش قادرة تقوله، وبتقول لها اننا لازم ندخل جوه وعايزة افضل عندك هنا لان حاسة بتعب شديد. على طول جنون بتاخد شولة وبيدخلوا على جوه، وفعلا شولة بتكون باين عليها التعب. بعد كده جاهدة بتيجي وبتكون قاعدة معاها والدة مارت، بيفضلوا يتكلموا عن موضوع غمزة وموضوع مارت وانهم ليه هيتفصلوا. بتفضل والدة مارت تتكلم وبتقول لها ان انا مقتنعة ان ابني هيسيبها بسبب نزواتها، لكن طبعا مش بتكون عارفة ان غمزة حامل وابنها مريض. جاهدة بتقول لها ان الموضوع مش زي ما انت فاهمة، لان غمزة فعلا حامل وكمان ابنها هيكون مريض، وعلشان كده ابنك عايز يتخلى عن الولد علشان ما يشيلش همه. بتفضل سراب تقول لها ان انا طبعا بفكر بمنطقية وابني طالع ليا، وان الابن المريض ده ممكن يعجزهم طول حياتهم وكمان ما يخليهمش يشوفوا شغلهم، وان انا في صف ابني لان فعلا تفكيره هو الاصح. كلام جهيدة ليها بيكون ان هي طبعا غمزة خلاص اخدت قرارها وانها لازم تربي الولد، وانها هي ومرته اتفصلوا، لكن سراب بتقول لها ممكن يتجوزوا بعدين يتطلقوا، لان انا محيطي واسع وكمان معروفة جدا وما ينفعش اقول ان ابني انفصل قبل الفرح بكام يوم. ممكن نجوزهم وبعد كده يتطلقوا ويبقى كأن ما حصلش حاجة. لكن جهيدة بترفض وبتكون مش حابة تفكيرها ابدا، وان هما بس يفكروا بنفسهم وكمان بيفكروا بمنطقية جدا ومش حاسين ببنتها. بعد كده بتيجي تورنا وبتكون قاعدة على سريرها وبتفضل تبكي وبتدعي ربنا ان زينب تيجي بالسلامة، وبتقول له يا رب خرج ماما من السجن وما تخليش الشرطة تاخدها وانا مش هعمل اي شقاوة. وبتكون طبعا زعلانة وقلبها مكسور وخايفة زينب فعلا ما ترجعش. وقتها بتدخل عليها دورو وبتحس انها حزينة وبتطلب منها انهم يقعدوا برا. دورو وقتها بتحاول تداري دموعها علشان دورو ما تاخدش بالها. بعد كده بتظهر زينب وهي رايحة للشرطة وبتبقى خلاص قدامهم على طول. بتدخل جوه المكان ووقتها بيبان عليها التوتر جدا وبتبقى مش قادرة تتمالك نفسها. على طول بتدخل على أوضة الملازم كنان وهو بيكون في انتظارها، بيقول لها شكرا ان انت جيتي، وبيبدأ يسألها عن جنكيز يا ترى هي عارفة من ايه، ويا ترى بتكلموا ليه وايه اللي بينهم علشان كده. وبتفهمه ان جنكيز ده كان بيطلب منها شغل وانها كانت بتحب تساعده، لكن في الحقيقة مفيش اي اختلاط بينهم ولا تعرف اي حاجة عن حياته. بيفضل يسألها يا ترى انت عارفة اصلا هو بيشتغل ايه، وزينب بتقوله فعلا لا، لكن طبعا الملازم بيفضل يبص ليها وبيحس انها بتكذب او متوترة كتير. وبيقول لها طب انت كلمتيه اخر مرة امتى، وبتقوله من كام يوم. وبيقول لها لكن انت اخر تسجيلات ليكي كانت على موبايله قبل الحادثة بشوية. وبتقول له ايوه، وان احنا برضو كنا بنتكلم عن الشغل. وبتبدأ تكذب وكمان بتتوتر وهو بيكون واخد باله، وبيكون خلص اسئلته معاها وبتقول له بس كده، وبيقول لها ايوه لكن كل اللي بنطلبه منك ان انت ما تخرجيش بره اسطنبول لان ممكن نحتاجك تاني. زينب طبعا بتوافق على كلامه وعلى طول بتسلم عليه، وقتها هو بينادي عليها تاني علشان يشوف القلق في عينيها. وفعلا زينب بتكون قلقانة وهو بيضحك وبيقول لها ابقي سلمي على مامتك. وفي الحقيقة هو بيكون فهم ان زينب متوترة وان في حاجة كبيرة هي مدارياها. بعدها زينب على طول بتمشي وبيجي الضابط وبيقول لكنان ان في حاجة احنا عرفناها، وان احنا دورنا في كل مكان وفي كل حتة على اسم تورنا لكن مفيش اسم بتسجل بالاسم ده، وان زينب اصلا ملهاش ولاد وفي الحقيقة هي مش متجوزة ولا كان ليها اي علاقة، بس فاضل المستشفيات بس هنعمل لها مسح وكمان هنعرف اذا كانت تورنا دي موجودة ومتسجلة باسمها ولا لا. وبيكون طبعا الشك دخل جواهم اكتر ان زينب مدارية حاجة عنهم. شولة بعد كده بتطلب من جنول انها هتقعد معاها كام يوم لان ملهاش مكان ولا اي حتة وانها تعبانة جدا، وجنول طبعا ما بتقدرش ترفض وبتقول لها انا موافقة. لكن بعديها على طول بتتصل بزينب وبتفهمها ان شولة موجودة وبتحذرها انها ما تجيش ابدا عندها اليومين دول علشان شول ما تشوفهاش. بعد كده غمزة بيجي صاحبها وبيديها العربية وبيطمنها انها بقت كويسة. وقتها مامتها بتخرج وبتقول لها ان جوكان جاب العربية، وطبعا مش بتكون فاهمة انها كانت بتتصلح.
بيتعرف على جهيدة ووقتها بتبص ليه، لكن في الحقيقة مش بيكون عاجبها، مش بتبقى أصلا حابة إن غمزة تتعرف على حد جديد دلوقتي. بعد كده حماة جنون بتكون خارجة من الحمام وبتحس بتعب شديد وبتكون هتقع. طبعا شولا بتساعدها، وقتها جنون كمان بتساعدها وبتطلب منها انها تاكل، لكن برضو الست دي بترفض، وطبعا بتقول لها الشنطة عندك واديني منها تمرة، وفعلا بتخرج التمر وبتفضل تاكل فيه، وشولا بتطلب منها واحدة هي كمان. وقتها جنون بتكون جابت الاكل والمية وبتقدمه لحماتها، لكن هي بترفض. شولا بتستغرب جدا ازاي الست دي بتبص لجنون كده، وكمان رافضة انها تشرب من ايديها. جنون بتفهم شولا انها تاخد الكوباية وتسقيها هي، يمكن تاخد. فعلا الست دي بتاخد الكوباية وبتشرب من ايد شولا من غير اي تراجع. شولا بتحس في حاجة في الموضوع وعلى طول بتخرج تسأل جنون وبتقول لها يا ترى انت عملت ليها ايه، ومن هي دي الست اصلا. وجنون بتقول لها انها حماتي، وشولا بتكون عايزة تفهم هي ليه بتكرهها قد كده، وجنون بتقول لها لان قتلت ابنها. وقتها شولا بتتفاجئ وبتكون مصدومة من اللي سمعته. بعد كده صرب وعلي ودورو بيكونوا قاعدين، وبتكون ترنا معاهم وبتكون بتبص على زينب من الشباك ومتوترة جدا. صرب وقتها بيتكلم مع علي وبيقول له انت هتشغلنا عندك في المجلة امتى، لاننا فعلا محتاجين نتدرب. وعلي بيقول له انه مش وقته لان فعلا عندنا مشاغل كتيرة. طبعا صرب بيغضب وبيقول له خلاص نبقى نشوف مكان تاني، لكن دورو بتتضايق من طريقة كلام صرب وبتقول له لو انت عايز تروح لمكان تاني انا موافقة، لكن انا هفضل هنا. بعديها زينب بتكون جات وعلى طول ترنا بتشوفها من الشباك وبتروح تفتح الباب علشان تقابلها. طبعا بتسلم على زينب وبتقول لها ان انا اشتقتلك جدا، وبتبقى فرحانة ان زينب رجعت. زينب بتضمها وبتقول لها ان انا عامله لك مفاجأة وجايبالك لعبة جميلة، لكن طبعا دورو بتفهمها ان علي موجود. وقتها زينب بتسيبها مع دورو وبتروح لعلي. علي بيفضل يحذر زينب ان طول الفترة دي مش المفروض انها تخرج، وكمان لازم تسافر في اسرع وقت. بيفهمها ان كنان ده لما بيحط حاجة في دماغه مستحيل يخرجها، وان القضية دي مش هيتقفل غير لما يعرف فعلا الطفلة المفقودة. وقتها زينب بتحس بالقلق وبتبقى عايزة تهرب بترنا في أسرع وقت، وبتقول له إن إحنا واقفين على جواز السفر. ووقتها بتبعت رسالة للراجل وبيفهمها إنه لسه ما خرجش، إنه أول ما يخلصوا على طول هيبعت ليها رسالة وهيفهمها. غمزة بعد كده بتكون مع مامتها وصديقها بيتصل بيها، وقتها بتحس بتوتر. بتاخد الموبايل وبتخرج تكلمه وبيبقى عايزها تخرج علشان تقابله، وبيعمل ليها حجة العربية إن لازم العربية حد يبص عليها لأنها محتاجة تصليح تاني. وقتها جهيدة بتسمعها وبتقف وراها وبتعرف ان الراجل ده عايز يقابلها. خلاص بتفكر وبتقول ان غمزة كده هتدخل في موضوع تاني، وعلى طول بتعمل حيلة وعلى طول بتدخل بتتصل بوالدة مارتو وبتفهمها انها الصبح كانت متوترة شوية، وانها موافقة على كل اللي هي هتعمله، وانها تشوف الاصح وتعمله. في الوقت ده زينب بتكون دخلت اوضتها وجابت الفلوس وبتحطها في شنطة علشان تخرج، وبتتصل بمامتها وبتقول لها انك لازم تقابليني في اسرع وقت. في الوقت ده جهيدة بتكون مع غمزة وبتقول لها ان والدة مارتي اتصلت بيا وعايزة تقابلك، وكمان غمزة بتفهمها انها كمان اتصلت بيها وعايزة فعلا تقابلها. لكن غمزة بتفهم مامتها انه مهما حصل خلاص هي مش هتغير رأيها فيه، انه زي ما تخلى عنها وعن ابنها خلاص هي مش هتفكر فيه تاني، وانه مبقاش ليها مكان جوا قلبها. زينب بعديها بتاخد شنطتها وبتقول لترنا ان انا خارجه وراجعه على طول. ترنا بتكون قلقانه وبتقول لها انا هاجي معاكي وممكن الشرطه تيجي تاني، لكن زينب بتطمنها وبتقول لها ارسمي السلحفاه لحد ما ارجع. ترنا بتكون حاسه بالقلق والخوف في عدم وجود زينب. بعد كده جنود بتكون مع شولا وبتهتم بجرحها وكمان بتنضفه لها، وبيطلبوا منها انها تاكل، وفعلا بتكون جهزت الاكل لشولا. شولا بتطلب من الست الكبيره انها تيجي تاكل، لكن مش بترد عليها كالعاده. وبتبدأ شولا وجنور يقعدوا ياكلوا، لكن جنور بتكون في حالة صعبة جدا ومتضايقة من حماتها ومن كلامها معاها، لأنها فعلا قلبت عليها الماضي ورجعتها تاني للذكريات القديمة. زينب بعد كده فعلا بتقابل جهيدة وبتكون عايزة تتكلم معاها في موضوع الفلوس، وبتكون أخدت فلوسها. وبتفضل جهيدة تقول لها أكيد جايباني هنا علشان تحكي لي عن اللي حصل في الشرطة. زينب بتقول لها لا، لأني مش عايزة أوجع راسك في الموضوع ده، وإن أنا جاية أتكلم معاكي في موضوع تاني. وبتبقى زينب ناوية ترد لها الفلوس اللي باعت بيها البيت، بس يا ترى جهيدة هترضى تاخدها منها ولا ايه اللي هيحصل بينهم؟ ويا ترى زينب كده فعلا نجت من الشرطة ولا لسه هيلحقوها تاني؟ وده اللي هنعرفه في بقية الأحداث. استنونا في فيديو جديد.